صعبا، وراء كل صبر طويل شيء جميل. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. شلونكم ويا رمضان؟ والله الحمد لله. هذا ابنك؟ ابني إن شاء الله. هلا. يحكي؟ والله كلمات. باي باي ده. هلا. هلا. باي باي ده. باي باي ده أفضل. Düşmanca selaşım Arapça. Tamam. Nece sabır olur Ramazan'da? والله Allah'ın fazlıyla inşallah evvelen. Sonra taavvut özü. Uşaklıktan hamdolsun Allah'a yani. Sen bir insansan, sabrı var diyen diye sen sabrım yoktu. Yo hamdolsun benim yani özüm methedim. Sabrım çok var. Ne diye sen o aşkaslara sabırlar yoktu? Vallahi o acil insan biraz sabırsız olur. Vallahi ricam yani insanlar sabırlı olsa bir şey iyiydi. Hasan Ramazan'da. Ramazan'da işte baksan kötü laflar söylemeye başlar. Yani asabi olur evden, yazda, işte. Ha. Hasan mağrib vakti geldi. Ağaçtı çok. 3 dakikanı sabredemez. Ha. Evde arvattan, uşaktan. Ha. Ha. Ramazan'ın mübarek olsun. Ecmaîn inşallah sizlerle beraber. Sağ ol. Var olasın. Nece sen Ramazan'dan? Hamdolsun elhamdülillah. İnsan Ramazan'da nece sabreder? طبعا gerekim sabır olsun elhamdülillah. Allah ve Nece? Yani ne diye sen içeride, ben de sen onun hatırı için sabrederim. Yani طبعا خير o bir dünyam için. merhaba. أهلا وسهلا حبيبتي Ramazan Kerim. أجمعين إن شاء الله علينا وعليكم شلون شوية رمضان؟ والله الحمد لله سهل إن شاء الله هاي رمضان تشبه رمضانات اللي قبل ولا نفس يعني نفسها لو غير؟ يعني يفرق عن رمضان الفات والقبله بس اللي قبل مالتنا رمضان مالتنا لا طبعا يختلف هواية يعني هم مو مثل ما بي اللذة مال رمضان قبل الإنسان شلون يصبر وهو صايم؟ والله هاي الصبر عاد من رب العالمين يعني الصبر أنت عادة إنسانة صبورة ولا غير والله صبورة؟ الحمد لله لا صبور الحمد لله هواية أتحمل لا أكو ناس مثلا خاصة من هم يكونون صايمين ما يصبرون دائما مستعجلين تحسيهم خاصة دقيقتين قبل الأذان شي يسوون؟ لا لا هاي الحمد لله احنا البيت كله لا ما عندنا هذا الشيء يعني كلش الحمد لله صبورين الحمد لله. شو تقولين للناس اللي غير صبورة؟ والله يعني الصبر مفتاح الفرج يعني لازم وكل شيء لازم يتأنى يعني ما يصير كل شيء بالاستعجال والعصبية والعدم الصبر مو زين يعني حاولوا شوية صبر يكون أفضل هواية أمور بالحياة الصبر يحلها، الوقت يحلها، من انطي احنا نصبر وننطي وقت ينحل هذا. أكيد طبعا أكيد يعني أكو شغلات هواية يعني خلينا نقول بالرزق بالقسمة بكل شيء كل شيء. رمضان كريم. الله أكرم حياتي. شلونك؟ والله الحمد لله. شلونها رمضان وياك؟ والله الحمد لله. تحسين هذا الرمضان غير؟ والله تقريبا شوية أحسن من العام. أنت إنسانة صبورة ولا غير صبورة؟ والله كنت مو صبورة هسه لا لازم أصير صبورة. الحياة المواقف شنو خلاك إنه تتغيرين وتكونين صبورة؟ والله هي إيش قد ما تمرين بتجارب يعني بأمور صعبة تتعلمين شوي شوي الصبر لازم طولة بال خاصة مثلا من فتحت المحل وقعدت طولة بال مثل ويا الناس طولة بال فشوي شوي تتعلمين الصبر. صحيح. احنا خاصة بالرمضان لما نصوم تعرفين اكو ناس ما عندهم صبر خاصة بالدقيقتين الأخيرة قبل الأذان شو يسوون؟ اي لا والله والمفروض واحد يعني يقول لك انت النهار كله متحمل فشويه هالدقيقتين يعني حتى تحس هو هذا الاحساس اللي رب العالمين رادك توصل الى انك تشوف اكو فقره مثلا قدامك اكو اكل وما دا يقدر ياكله فانت هذا الاحساس الله يريد يوصله لك لازم تتحمل هذا الشيء. رمضان كريم علينا وعليكم حياتي إن شاء الله. انت إنسانة صبورة ولا غير صبورة؟ والله صبورة الحمد لله والشكر. شنو خلاك تكونين صبورة؟ والله من خلال التجارب اللي مرينا بيهم يعني بس يعني أنا أقولش مو بكل الأحيان يعني أكو مرات تخلي العصبية شوية زايد يعني حسب الموقف يعني مو بكل شيء. شو تقولين للأشخاص اللي هم غير صبورين؟ لا يعني المفروض إنه مو بكل شيء يعني ليش يقول لك من واحد يتعصب يقول لك عد من الواحد للعشرة بعدين رد تسوي لك ردة فعل يعني مو كل شيء يعني يحتاج للعصبية أو التسرع
حتى يقولون لما تتعصبين استغفري، اذا انت واقفه اقعدي، اشربي مي. تمام. اقعدي اشربي مي، عدي من 1 ل10، استغفري. حتى الشيطان اذا كان موجود بهاي الساعه همين يروح، هنا راح تروح عندك الحاله يعني، فراح. شو تقولين للاشخاص شلون يكونون بالوقت هم صايمين؟ اكو ناس يتعصبون وهم كلش صايمين. حيلة تنرفز من هاي الشغله، كلش مو حلوه. انت ترى مو صايم إنه انت صايم من ربك، فماكو داعي انت تتعصب على هذا وعلى ذاك، والله شنو اني صايم. هذا لا يبقى لك اجر ولا يبقى لك شيء، لان الصوم مو هيك. الصوم يكون انسان يعني حتى بالايام العاديه لازم هو يكون انسان خلوق، خاصة من هو صايم. ما تبقى عنده اخلاق. عجل وش صايم يعني المفروض يفطر يعني. انا برايي غير اللي يتعصب واللي يسوي هاي الامور المو حلوه، انا اقول له يفطر اشرف له يعني، لانه مو من اخلاق المسلمين انه يكون صايم ويتصرف هاي التصرفات المو حلوه. يتعصبون هو باقي مثلا دقائق للافطار، وين الاكل؟ وين الشاي؟ وين ما ادري شنو. شو مو صايم؟ انت مو صايم إنه يا عيني. هسه انت اذا مو قد الصوم خب افطر وفضها، فماكو داعي يعني. بالعكس هاي الدقائق روح اقرا قرآن بيها بين ما يأذن وتعال افطر. ماكو داعي توقف بالمطبخ وين الاكل وين، او انت بالسياره سائق عادي مو مشكله، خلي لك مي. اذا ازدحام مثلا بين ما توصل مكانك مو مشكله، افطر بالطريق، مو فد اشكال يعني. ترى هوايه اكو ناس تبقى ساعات وايام بدون اكل، مو بس برمضان يعني. ليش ما تحس بغيرك؟ ليش ما تحس بغيرك؟ اكو ناس تبات بلا عشاء، اكو ناس تبات من الصبح لليل ما ياكلون، يبقون على الماي. زين هاي ما تفكر بيها انت يعني؟ فوقاتها تسوي روحك وانت صايم من ربك، مو صايم إنه. رمضانتان بيروز بيت. رمضانكم مبارك. من محمد اني دنيا بيكوا قفتو دەکەین شەوەکانتان ڕەنگڕێژ تر دەکەین. مع بعض راح نتناقش ونلون لياليكم. بەیەکەوە شەوانی ڕەمەزان و بابەتەکانی ڕەمەزان دەکەین بەتەوە. راح نكون وياكم في رمضان بمواضيع رمضانية. ترقبونا. مرحبا. مرحبا عيني. رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. شلونك ويا رمضان؟ والله الحمد لله كل زين. انت انسان صبور ولا غير صبور؟ صبور الحمد لله. شنو اللي خلاك تصير صبور؟ والله شو الدنيا، هو الدنيا هو يخليك تصبرين على كل شيء. شو تقول للاشخاص اللي غير صبورين؟ هذا ما عنده قناعه بالحياه، ما عنده ايمان برب العالمين. الانسان لازم من يكون عنده ايمان لازم يكون صبور. كل شيء صبر، رب العالمين ينطيك كل شيء بصبر، كل شيء اللي تريدينه بالصبر لازم تتحملين. يعني الله ايش كاتب لك بهذا الحياه كله يجي قدام بس خلص، كل شيء بوقته يجي. والصبر هذا من رب العالمين الحمد لله، فنعمه لازم كل انسان يصبر على كل شيء. اكو انسان مبتلي، اكو انسان كل شيء يجي بحياته لازم يصبر. الصبر مهم بالحياه. اكو ناس هم يعني ناس صبورين بس بوقت رمضان من يصومون يتعصبون. هذا مو كل انسان، هذا الانسان اللي تلقيني متعصب 24 ساعه. تعرفين هذا الانسان، هذا الانسان اكثر شيء تعرف شنو المدخن. بس الانسان اللي ما يدخن جيجاره لا، تلقيني انسان طبيعي واعتيادي. اعصاب الجيجاره انا اسوي للناس انا مدخن، مرات يصير بي اعصاب قوي يصير عندي، بس اتحمل اعتيادي. نعم اقعد لو اطب بالمحل مال، لو اطب بالمخزن اقعد لحد ما يصير اعصابي يهدى اعصابي واطلع اعتيادي، ما عندي اي اشكال. شلون تتعامل ويا البيت؟ كلش معامله ويا البيت، هذا بيت عائلتي. تقول مثلا انا بمرات من ادخن اتعصب وكذا. تعرفين شو احنا حياتنا، شوفي احنا اصحاب محلات هنا، احنا ما جاي نشوف البيت هوايه. نعم تجيني الناس من يخلص رمضان تجيني من الصبح تفتحين المحل لل10 بالليل، بال10 تطبين للبيت، تطبين بال10 بالبيت، قوم تقوم تصير عصبي على الجهل وعلى الحرمه، صح ولا لا؟ لان هم الفتره طويله ما راح يشوفوك بالبيت، لازم تطبين على البيت تطبين بهدوء وياهم، وهذا عائلتك. نعم صعبه واحد يصير عصبي عليهم، الا اللهم اكو شغلات مثل شغلات اكو بالبيت، شوف ما يعجبك ما يجبرك تصيرين عصبي، بس ما يوصل ذاك العصبيه ان انت تاذين الطفل او تاذين زوجتك او تسوين مشاكل بالبيت. يعني مجرد انه توعيهم تنصح. اكيد هذا اول انسان كله على هذا. طبعا هو هذا عائلتك هذا بالبيت، انت لازم شلون عشان انت من تطلعين تشتغلين من الصبح للبيت لما تشتغلين، غير تشتغلين جهالك والحرمتك بالبيت حتى ما يحتاجون احد، هذا شيء اكيد. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar tüm Türkiye'nin ve Kerkük halkı için bereket getirmesini dilerim.
Buradan Türkiye'ye çok çok selam söylüyorum. Varsa. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazan. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم. انت انسان صبور ولا غير صبور؟ الحمد لله صبر. شو تقول للاشخاص اللي غير صبورين؟ لا ما يصير واحد لازم يصبر يعني خاصة بشهر رمضان يعني أي. اكو ناس يعني مثل ما قلت اكو ناس مثلا هم قبل الاذان بدقيقتين هم صايمين من الصبح لليل، قبل الاذان بدقيقتين يتعصبون ويعني يم ترفق او بالبيت او شيء. لا هذا طبعا تأثيره سلبي يعني على يعني واحد لازم إذا صايم لازم يصير صبور بكل شيء يعني يتحمل إذا متحمل الحر والسسمة والعطش كل شيء لازم يعني لازم واحد يصير صبور. انت عادة انسان صبور ولا غير صبور؟ الحمد لله صبور. رمضان كريم. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. استاذ انت انسان صبور ولا غير صبور؟ والله وسط الحمد لله على قد حالي يعني خلينا نقول صبور يعني. شو تقول للناس اللي غير صبورين؟ والله دائما يوقع بمشاكل يعني. خاصة احنا بالرمضان احنا نصوم من الصبح للمغرب، اكو ناس من الصبح هي لازمه نفسها بالاواخر دقيقتين الاخيره تصير شغله ويتنرفز ويتعصب. كله يروح حرامات بعد. مو صحيح. اكو ناس بالترافيك شايف هذا الموقف راح يأذن وهو بالترافيك واقف ويصادف فد شيء بدل ما يعني يذكر الله ويهدي نفسه يقوم يتعصب. بالضبط تتعصب، مرات يدقون هورن، مرات يكسر عليك. انا يوميا اشوف هالحاله، انا اجي ويا الفطور للبيت شغلي برا اشوف ناس مستعجلين مثل الطلقه. المفروض لازم يتحمل. هو انت تصابر خلينا نقول 14 15 ساعه باقي على 10 دقائق. مو الصبر حلو، كل شيء صبر حلو. حتى يقولون الاشخاص يعني لما يصبرون دائما يذكرون اسم الله يعني يشربوا هم اذا هم متاخرين المفروض مثلا يخلون جلاس مي بالسياره، ماكو داعي للتعصب، هو دقائق وراح يوصلون. والله صحيح. انا مرات يعني ياذن بس انا بالسياره اكو مي اشرب مي واهم شيء السجاير. الجزائر مأثرة عليك بالصيام؟ اكثر من الاكل. اي والله يعني شيء مشكله بالنا يمه بس نريد ياذن انت ندخله. اي والله. استاذ انت انسان صبور ولا غير صبور؟ صبور. استاذ شنو تريد تقول شيء؟ لا هاي يعني تمام. صبور؟ شو تقول للناس اللي غير صبورين؟ والله الصبر لازم، البشر لازم يصبر والصبر يعني اذا البشر ما عنده صبر يجي له مشاكل من كل النواحي ومن كل جهات يجي له. فبشر اللي قدامك ما عنده صبر وانت هم ما عندك صبر يصير مشاكل اقوى ويصير اكبر. بس اذا انت انسان صبور والمقابلك اذا ما يصبر انت حتى يعني هوايه اكو مشاكل، اكو شغلات اذا انت صبرت عليه بصبرك هذا بمرور الوقت ينحل هذا الشيء. طبعا اكيد ينحل لان كل شيء بالصبر يصير احلى ويصير بعد اقل يعني المشكله ما يتكبر. رمضان كريم. كريم مبارك علينا وعلى امه محمد. شلونك ويا رمضان؟ الحمد لله والشكر. هذا رمضان غير ولا نفس رمضان يعني اللي فاتت؟ لا والله هاي رمضان يختلف شويه لان اسعار مواد غذائيه صعبه، اللي ما عنده كلش صعبه. اي والله يعني الغلاء مو طبيعي. اي والله والفقير إله الله. إلنا الله. انت انسان صبور ولا غير صبور؟ والله شوي عصبي. اي والله كلش عصبي، اليوم تعصبت بالبيت. ليش؟ اي والله. شنو اللي عصبك؟ والله الشغله صارت بنت صغيره جبت صمون حار، جبت غراض كلها، نزلتها من السياره وديتها للبيت، خلى الصمون جوا دب الغراض كلها فوق الصمون انكبس. انا عيطت وانت عصبت؟ عيطت الا حرمه هددني يا الله. لا استهدي بالله. لا هو حاله عصبيه حاله. كنت صايم؟ الحمد لله صايم.
صايم مفروض يعني لا الحمد لله. ايوه هاي حالات. ايش انسان يعني مو بيده، يعني النرفزه مو بيده. حالات. يلا شو تريد تقول للناس العصبيين؟ والله اهم شيء عصبيه مو حلوه يعني. بالنسبه لي انا عندي ضغط مثلا، عصبيه مو حلوه زين. يعني انسان عصبي يفقد بعض الاشياء، امور صعبه يصير من بيده يطلع كلمات مو حلوه من عنده. واي مرحبا، وراء كل صبر طويل شيء جميل. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. شلونكم ويا رمضان؟ الحمد لله ماشي. انت انسان صبور ولا غير صبور؟ والله نص بنص. شنو اللي خلاك تصير نص بنص وصبور؟ والله الصبور على الدنيا، على الوقت شويه يعني خلينا نصبر. الوقت خلاك تصبر؟ ايه. والمو صبور يعني واحد يدوس على بطنك، على يعني يضايقك. اكو ناس يعني خاصة بفترة رمضان هم صايمين من الصبح للمغرب، المغرب الدقائق الأخيرة الأكل ما حاضر، يا واقفين بالترافيك يتعصبون. صحيح. هذا حقه من حقه. من حقه لأن يوصل على كيف. اوكي بس لازم يصبر، يعني هو صام من الصبح للمغرب، مفروض عليه هاي الدقائق الأخيرة هم يصبر. والله قلبنا خلصان، ما نقدر نصبر شوية احنا نحب الاستعجال يعني انت انسان استعجالي. احب الوقت يعني اوصل على الوقت قبل الدقيقة يعني ما تأخر. الحمد لله. بس الانسان هم لازم ما دام هو من الصبح صام وقدر انه يتحمل كل هاي الجوع والعطش، مفروض هذا الدقائق ما تأثر عليه، هم يخلي يذكر اسم الله حتى. آمنت بالله. تمام. والصبر أحلى شيء. تمام. شو توجه للناس الغير الصبور؟ والله أنصحهم يصبرون أحسن، لأن وقتنا شوية إذا ما تصبر يجيب لك مشاكل. لازم تصبر، لازم تعطي المجال غيرك. حتى أكو مشاكل أمور تنحل بوقت لما أنت تصبر عليه، هذا الشيء راح ينحل. إن شاء الله ينحل. لا صحيح ينحل إن شاء الله. إحنا نوجه رسالتنا يعني للشعب يصبر، لازم ويا الصبر، وإحنا إذا ما نصبر ما نوصل على الهدف. Sen bir insansan, sabrı vardı yani diyesen ben sabırsızım. Elhamdülillah biz İslam'a sabrımız var her vakit. İslam gene sabırlı olsun. Sabrı olmasa İslam da İslam. Var alem sabahtan oruçtu. Mağrib oğlu hala azan okumayıp 1-2-3 şey oğlu asabi eder özün. Sabrı kalmaz. Ne diyesen özün? Tabii onun sabrı yoktu. Rabbil Alemin bize Ramazan'ı verip oruç olduk 30 günü. Gene sabredağın. Özüne kaldı. Yani mesela 6-6:30 azandı. Bir 5 dakikada beklesev. Sabır, her şey sabır. Sabahtan oruçtu, akşama kadar. O 2-3 dakikanı daha... O 2 dakika neydi? Bir şey daha. Sen sabahtan ağzı oruçtu. Bir şey yemeyipsen. O 2 dakikaya kalıp işte Allah sabırlık versin bu İslam'a. وبالنهاية أحب أقول الصبر مفتاح الفرج ومع السلامة.